أميني سوتيم هو الربع الثاني من لحن أوران إنشوشو اللي بنقوله خلال عيد الغطاس في أعياد يوحنا المعمدان. لكن لو ركزت في المعنى العربي لأميني سوتيم هتلاقيه بيقول تعالوا اسمعوا ذهبي الفم سودوسيوس. طبعا انت أول ما تسمع الكلام ده تقول ثانية واحدة بس يا جماعة، وإيه علاقة سودوسيوس بيوحنا المعمدان؟ طب إيه علاقة سودوسيوس بعيد الغطاس اللي احنا بنرتل فيه اللحن؟ هزود عليك أنا حاجة كمان وأقول لك إيه علاقة شعب الإسكندرية بلحن أوران إنشوشو وإنه يبقى موجود في الكنيسة. كل الأسئلة دي هنجاوب عليها، بس انزل اعمل لايك شارك القناة وفعل الجرس. يلا بينا نبدأ الحلقة. كل سنة وانتم طيبين وبالميلاد فرحانين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حكاية الألحان. لحن أوران إنشوشو هو لحن معروف إن هو بيعظم في يوحنا المعمدان، وده بيبان في إرباع اللحن اللي من خلالها بيبدأ اللحن يعرفنا مين هو يوحنا المعمدان في الكنيسة. طبعا عشان الكلمات اللي موجودة في اللحن، فاللحن ده اخترته الكنيسة عشان يتقال في أعياد يوحنا المعمدان ويتقال في عيد الغطاس اللي هو أكبر مناسبة بيظهر فيها يوحنا المعمدان في الكنيسة. أول ربع في لحن أوران إنشوشو هتلاقيه عبارة عن ربع تعريفي ليوحنا المعمدان في الكنيسة. هتلاقي مثلا بيقول لك إن يوحنا المعمدان هو نسيب ربنا يسوع المسيح، أو بالنص كده هو نسيب عمانوئيل. هتلاقي كمان بيقول إن يوحنا المعمدان أعظم من رؤساء الآباء، وده لأن الكتاب المقدس ذكر عنه إن هو أعظم مواليد النساء. لكن يا صديقي تعالى نروح لحكايتنا النهاردة وحكاية لحننا النهاردة، واللي بتبدأ من الربع الثاني في اللحن زي ما ذكرنا اللي هو ربع أموني سوتيم، واللي معناه بالعربي تعالوا اسمعوا ذهبي الفم سودوسيوس. وبما إنك طرحت الأسئلة معانا في المقدمة، اسمح لي صديقي أعرفك على مين هو سودوسيوس العظيم البابا سودوسيوس، البابا رقم 33 من بابات الكرازة المرقسية، واللي كان في الفترة ما بين 536 ل 567 ميلادية. البابا سودوسيوس قعد على الكرسي المرقسي 32 سنة بالظبط، لكن 28 سنة من 32 سنة كان البابا سودوسيوس معرض فيهم للسجن وللنفي. بتقول لي ايوه، يعني انا استفدت دلوقتي فين اللحن، فين حكايه لحن اوران انشوشو؟ اقول لك سيبني اكمل الحكايه وبعد كده هنعرف حكايه لحن اوران انشوشو. الحكايه بتبدا من سنه 541 ميلاديه لما ارسل امبراطور القسطنطينيه رساله الى البابا سودوسيوس بيدعوه فيها للحضور الى القسطنطينيه. بالفعل البابا سودوسيوس لبى رساله الملك وذهب للقسطنطينيه، وكان في استقباله بحفاوة واحتفالات كبيرة جدا في القسطنطينية. وخلال الزيارة دي البابا سودوسيوس جلس مع الإمبراطور 6 جلسات، بس 6 جلسات ما كانوش وديين خالص زي ما أنت متخيل، لأن خلال ال6 جلسات دول كان الإمبراطور بيحاول يقنع البابا سودوسيوس بقوانين مجمع خلقدونيا اللي رفضها البابا ديسقورس من قبله. وطبعا مش محتاج أقول لك إن البابا سودوسيوس طبعا تمسك بقرارات البابا ديسقورس ورفض انه ينصاع لأوامر الملك، او رفض ان هو يلبي رغبة الملك في الانصياع لمجمع خلقدونيا. وردا على كده انه الامبراطور سجن البابا سودوسيوس في مدينة القسطنطينية. مش بس كده، كمان الامبراطور جاب واحد اسمه بولس ورسمه بطريرك في القسطنطينية، وبعد كده ارسله لمدينة الاسكندرية. بس قبل ما يرسله كان عارف رد فعل الشعب في الاسكندرية، فارسل مع بولس ده او الامبراطور او البطريرك الجديد اللي هو رسمه ده، أرسل معاه بعثة عسكرية من القسطنطينية. وكمان كان في استقبالهم في الإسكندرية والي الإسكندرية بنفسه. وكده يبقى الإمبراطور الجديد على شعب الإسكندرية ده مش جاي لوحده، ده جاي ببعثة عسكرية، وكمان جاي معاه والي الإسكندرية نفسه ضد الشعب عشان يفرضوا كبطريرك على شعب الإسكندرية. لكن هنا هتظهر عظمة الشعب القبطي المعتادة في تمسكه بإيمانه وإيمان أجداده، لأن الشعب القبطي رفض إطاعة أو اتباع أي حاجة تخص البطريرك الجديد اللي نصبه الإمبراطور. لكن الشعب كان بينتظر رسائل البابا ثيودوسيوس اللي كانت بتجيله على فترات متباعدة من المنفى. والرسائل دي كانت رسائل كتيرة جدا، في رسائل منها موجودة وفي رسائل منها موجود منها أجزاء، وفي رسائل مش معروفة الهوية، يعني في رسائل موجودة منها ملهاش عنوان من الأساس. الرسائل دي كانت عبارة عن عظات بيرسل فيها البابا ثيودوسيوس كلمات وعظات لشعبه في مختلف مناسبات الكنيسة عشان يثبتهم على الإيمان. بابا ثيودوسيوس ما كانش بينسى شعبه، وكان بيبعت لهم رسائل وعظات دايما. مش بس كده، كمان البابا ثيودوسيوس كان بيبعت رسائل يفوض فيها بطريرك انطاكيا إن هو يرسم كهنة وأساقفة لشعب الإسكندرية بدلا منهم. أنا عارفك دلوقتي إن أنت زهقت وبتقول طب فين علاقته بلحن اوران انشوشو، وأنا كده داخل أسمع
حكاية البابا ثيودوسيوس، مش داخل أسمع حكاية لحن أورانو شوشو. بس اللي عايز أقوله لك إن إحنا دلوقتي هنتكلم عن اللحن، لأن لحن أورانو شوشو هو عبارة عن عظة في مديح يوحنا المعمدان من ضمن العظات اللي بعدها البابا ثيودوسيوس لشعبه في مدينة الإسكندرية. والعظة دي استخدمها البابا يوحنا السمنودي للرد على هرطقة واحد اسمه سيودوروس، ونجح إنه يبعد الهرطقة دي عن الكنيسة وعن الشعب من خلال العظة دي. ودي حاجة بتؤكد لك إنه العظة كانت قوية جدا، وإن العظة كانت موجودة بالفعل من قبل البابا ثيودوسيوس. لكن لو أنت عايز إثباتات أقوى على إن العظة دي موجودة ومنسوبة للقديس البابا ثيودوسيوس رقم 33، هنلاقي إنه سنة 1966 ظهر علينا الكاتب كوهن في مجلة بمقال بيحتوي على أجزاء من الرسالة اللي بعتها البابا ثيودوسيوس في مديح يوحنا المعمدان، وكتب الأجزاء دي تحت عنوان مديح ليوحنا المعمدان منسوبة لثيودوسيوس رئيس أساقفة الإسكندرية. وفي سنة 1975 رجع كوهن مرة تانية وكتب في مجلة فرنسية تحت عنوان 3 شذرات في مديح يوحنا المعمدان منسوبة لثيودوسيوس رئيس أساقفة الإسكندرية. وآخر مقال كان سنة 1985 تحت عنوان 4 شذرات باللغة الصعيدية مديح ليوحنا المعمدان منسوب إلى ثيودوسيوس بطريرك الإسكندرية. طبعا انت برضو مش فاهم كويس ايه علاقة العظة بلحن أورانو انشوشو، وأقول لك إن لغاية القرن السابع الميلادي كانت بتستخدم العظة دي مكان لحن أورانو انشوشو، وكانت بتقرأ العظة زي ما هي في احتفالات يوحنا المعمدان وفي عيد الغطاس لغاية منتصف القرن السابع الميلادي. وبدأت العظة دي تدخل في جزء منها يدخل في لحن أورانو انشوشو عشان يبقى هو لحن أورانو انشوشو اللي معروف عندنا في الكنيسة دلوقتي. يعني الخلاصة من الحلقة كلها إنه العظة اللي كتبها البابا ثيودوسيوس هي جزء كبير جدا منها موجود خلال لحن أورانو انشوشو، أو هي لحن أورانو انشوشو اللي بيرتل دلوقتي في كنايسنا. ودي كانت حكاية لحن أورانو انشوشو اللي كل ما تسمعه في الكنيسة وكل ما تسمع بالتحديد ربع أميني سوتين تقول معاه تعالوا اسمعوا ذهبي الفم ثيودوسيوس اللي جاهد 28 سنة في السجن وفي النفي عشان يثبت على إيمانه ويثبت على موقف أجداده، موقف البابا ديسكورس من مجمع خلقدونيا. كمان ما تنساش شعب الإسكندرية وشعب مصر عامة اللي قام له دور بطولي بعدم الانصياع لبطرك جاء بالقوة وجاء بأمر من الإمبراطور قسطنطينية في الوقت ده وبعثة عسكرية للإسكندرية، وحظى بدعم كبير جدا من والي الإسكندرية، لأن الشعب القبطي وشعب الإسكندرية تمسك بإيمانه وبعقيدته، وكان بإصرار رهيب جدا إنه كان بينتظر الرسائل بتجيله بطريرك منفي بقيله 28 سنة لمجرد إن هو ثابت ومعترف إن هو ده البطريرك الصحيح وثابت على إيمانه رغم كل الصعوبات اللي كان بيواجهها. متنساش تعمل لايك، شير في القناة وفعل الجرس، شير الحلقات، شارك على الفيسبوك، شاركها مع أصدقائك. سلام.